بسم الله الرحمن الرحيم. لما تيجي تبص على تصريحات لعيبه الزمالك او معظم لعيبه الزمالك، لما تيجي تبص على واحد زي دونجا او واحد زي سيف الجزيري او ناصر منسي، بعض اللعيبه دي لما تيجي تبص على تصريحاتها فهم دول لعيبه الزمالك. هو لايق عليك يا ابني انك تبقى زملكاوي، والله العظيم. يعني هو مفيش جديد، هي دي الفئه بتاع الزمالك، هي دي نوعيه لعيبه الزمالك. مش هقول لك ناس ما شافوش تعليم، هم ناس ما شافوش ورقه وقلم، ناس ما يعرفوش حاجه عن الورقه والقلم، ناس نازلين استفزازات في جمهور الاهلي. وللاسف اللي بيركب الناس دي ترند جمهور الاهلي مش جمهور الزمالك. بغض النظر عن عبد المجيد او حسام عبد المجيد، هو ده اللي تحس متربي شويه. الواد ده متربي، الواد ده كده عاقل ومتربي وكان بيتكلم بادب ومفيش تصريحات مستفزه منه. بس للاسف في نقطه تانية، هو ده الاعلام. يعني هو الاعلام بيدور على واحد زي سيف الجزيري، فانا هجيب سيف الجزيري عارف ان هو هيستفز الاهلي، فبوم هيبقى ترند. خلصت. سيف الجزيري اللي احسن من كريستيانو وميسي نعديها. نيجي لواحد زي ناصر منسي. ناصر منسي جه، هو يعني تعالى كده بص على تاريخه. هدف، هو تاريخه هدف في الاهلي في السوبر الافريقي. هو ده تاريخه، هو ده تاريخه. انت كنت تسمع عن لاعب اسمه ناصر منسي؟ انت كنت تسمع عنه؟ انا ما كنتش اسمع عنه. فناصر منسي تاريخه كله مع الزمالك للاسف هو هدف، فخلاص ركب بقى ترند. خلاص هو عايز ايه تاني؟ هدف ببطوله قاريه. لاعب زي ده تاريخه كله هدف، هو تاريخه خلاص اتكتب كده هدف في الاهلي في السوبر الافريقي. الماتش خلص تعادل والكلام ده كله ده لا يعنيني بشيء، في الاخر حسمت للزمالك. نيجي بقى نيجي لاكتر واحد يعني ايه تحس ان جمهور الاهلي مش طايقه، او يعني مش، انا مش فاهم يا جماعه، هو ده نوعيتهم والله العظيم. دونجا ده هو ده الزملكاوي بقى، اللي هو ايه، معجون بميه الزمالك. هو ده اللي تحس ابن الزمالك او رادع الزباله زمان من نادي الزمالك. هو ده ابن الزمالك دونجا ده. انتوا مستغربين ليه؟ انتوا مستغربين؟ اما احنا ليه لما بنقول للاعيبتنا ان الماتش الزمالك او البطوله دي حياه او موت؟ حياه او موت ليه؟ عشان ما تخليش الاشكال دي تطلع تهلفط، عشان ما تخليش الاشكال دي تطلع تهوهو وتطلع تتكلم. واحد زي دونجا ده بقى يطلع يتكلم على الاهلي. واحد زي دونجا ده انت لو جيت من 3 سنين سالته ايه حلم حياتك، يقول لك نفسي اغير البوكسر. فاهمني؟ حلم حياتي ان انا انزل الترعه، حلم حياتي ان انا مش عارف اركب حمار. ده كان حلم حياته، فجاه فبقى بيتكلم على الاهلي. واحد زي دونجا ده. فلعيبه الاهلي واداره الاهلي والجهاز الفني الاهلي هم سبب من الاسباب الكبيره قوي اللي خلت لاعب زي ده. يعني مش هقول لك ده انت جاهل، هو انت ما شفتش ورقه وقلم، يعني هو انت اخرك كده، ده اخرك. انما انت ما شفتش ورقه وقلم، مفيش منطق، لا منطق، لا تفكير، لا منظر، لا شكل. يعني دي خلة ربنا كلها. بس ايه يا ابني ده؟ ايه الهيئه اللي بتتكلم دي؟ ايه ده؟ مين ده بيتكلم على الاهلي؟ فاحنا نستاهل لان احنا اللي ركبنا الناس دي ترند؟ لا، واللي مضايقك بقى في الموضوع ان جمهور الاهلي زعلان. انا مش زعلان من البطوله، احنا نستحق، واي حد هيقول غير كده يبقى ماسكها، هتبقى ماسكها. لو قلت ان احنا كنا افضل او كنا في بعض، فانسى الكلام ده. الاهلي كان زي الزفت يوم البطوله. فواحد زي ده انت خليته يتجرأ عليك، فطالع انت كصفحات النادي الاهلي على السوشيال ميديا زعلان من ايه؟ زعلان من ايه؟ ده كسبوا ماتش ب3 بونت، احتفلوا مع الجمهور في الملعب، واحتفلوا في اوضه اللبس، وماتش ب3 بونت، وفي الاخر كان رابع الدوري. فزعلان ان هو بيحتفل عشان واخد بطوله قاريه. حقه بصراحه، يعني حقه يحط علينا في الاحتفال. انتظر بقى احتفال ده ده انت لسه ما شفتش حاجه. الناس دي مش هقول لك بقى فرحتها اذى، والناس دي ما ينفعش تفرح وقلالات ادب والكلام ده، لا. هما الناس دي خلاص كده خد منك بطوله قاريه، عمرها ما هتتقارن. بس انسى، مش فارق معاهم ولا واكل معاهم الكلام ده. فانت كبتجات النادي الاهلي سيبهم يا عم، ما تسيبهم يهلفطوا. مش كل تصريح تقوم واخده عامل بيه متخلي الجمهور يتكلم عليهم يبتدوا يتشافوا اكتر. انت كنت تسمع عن دونجا ده ولا منسي ولا سيف الجزيري ولا الناس دي؟ انت كنت تسمع عنها اصلا؟ ليه بتعملوا قيمه وبتعملوا سعر لناس ملهاش سعر؟ سيب الناس دي، سيبه يحتفل. وانت فاكرك ان القضيه دي برداله؟ يعني مثلا فكره انك لا ساعدته في اعظم بطوله واعظم ديربي، وما تلعبش اصلا في تاريخ البطوله من 64 لوقتنا هذا، ما تلعبش فريقين من نفس البلد على البطوله، فده اعظم ديربي في البطوله، ان انت تاخده منه دي سهله؟ اكيد مش سهله. فسيبه يحتفل وسيبهم يهبدوا زي ما هم عايزين. ليه؟ لان انت اللي اديتهم الفرصه دي. سلام.